السلام عليكم يا جماعة. النهاردة كنت بحاول أدور على أقرب معنى لكلمة تip بالعربي، فلقيته هيبقى ملحوظة. وحسيت ان انا لو بقول ملحوظة قوقعة رقم 15 ان كأني قاعدة في الارشيف جدا. فخليني اقول بقى قوقعة step number 15. عارف لما تكون you're trying to quit on something for quite considerable time زي التدخين مثلا، وبعدين يحصل tension جامد في حياتك فيحصل relapse وترجع تدخن مثلا سيجارة، ويجي شخص يقف جنبك في الوقت ده ويقولك كلمة أنا كنت متأكد إنك عمرك ما هتتغير. قد إيه هي محبطة، وقد إيه بتضيع كل المجهود اللي انت عملته الفترة اللي فاتت. ده بيحصل في حياتنا لما تكون بتحاول تغير من طبعك حاجة عشان شخص انت بتحبه، سواء الحاجة دي انت كنت شايفها هي ليها ضرورة انها تتغير عشان هي فعلا محتاجة تغيير، او ان انت بتغيرها لمجرد انها بتضايق الشخص ده وانت بتحبه فمش عايز تزعله. في الحالتين انت حطيت فيها افرت. عايزة اقولك طبعا ان في حالة منهم ما يصحش نعملها، ان احنا نبقى بنغير حاجة في طبعنا لمجرد ان احنا نرضي حد، بس مش ده الفوكس بتاعي في التip بتاعت النهاردة. خليني ارجع للنقطة اللي انا عايزة افوكس عليها النهاردة، وهي ان انت فعلا عملت التغيير، بس لما حصل لك تنشن في وقت معين من حياتك وحصل الريلابس ورجعت تاني عملت الحاجة اللي هي كانت بتثير غضبه او بتخليه يتضايق، فتسمع منه كلمة انا كنت متأكد انك عمرك ما هتتغير. طيب ساعتها بقى ده يأكد لك انه احنا ما يصحش نبقى بنغير من طبعنا عشان نرضي حد تاني. احنا ممكن نبقى بنغير الحاجات اللي فينا اللي فعلا محتاجة تغيير عشان نطور نفسنا، احنا نرتقي بيها، نحسن اخلاقنا، نعرف نتواصل احسن مع الناس اللي حوالينا، نقدر يبقى عندنا وعي عن الايموشنال انتليجنس وازاي نتعامل مع الناس من غير ما نأذيهم، بس اجن من غير ما نأذي نفسنا احنا كمان. فمن فضلك لو سمعت الجملة دي بعد مجهود كبير انت عملته في حاجة عايز تحدث فيها تغيير في نفسك، وسمعت الكلام ده من حد بيقولك انا كنت متأكد انك عمرك ما هتتغير، بليز بقى يعني خلينا نصحى شوية في الحتة دي ونقول ان انا مش عايز اكمل الديفلوبمنت هنا عشان خاطر شخص معين. انا either هكمل عشان نفسي او I'm going to stop because I do not need to change this particular thing. This is the way I am. هو انا كده، مش عايز اللي هي قصة انا كده واذا كان عاجبك. لا، انت مش بتقول لحد واذا كان عاجبك، انت بتتكلم مع نفسك انت. انا كده واذا كان عاجبني انا. لو عاجبني انا وشايف ان هو حاجة مش بتأذي اللي حواليا ولا بتأذيني انا شخصيا، يبقى مفيش داعي ابدا ان انا اغيرها. لكن لو حاسس ان انت عايز تطور من نفسك عشان نفسك، بس اعمل كده عشان ما تسمحش ابدا لجملة زي دي انها تأذيك بعد مشوار طويل انت حققت فيه تقدم.